بعض الناس لسه لحد دلوقتي مش فاهمه ايه اللي بيحصل. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اقول لك انا يا باشا ايه اللي بيحصل. انك تفتح مخك للقنوات المضله زي محمد ناصر ومعتز مطر ومحمد علي وغيره وغيره، يبقى انت ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل. الناس دي اما تدلك على الخطأ ويدلوك على الوطن انه يتخرب ويقع، ويقعدوا يعملوا غسيل مخ ويضحكوا على الشعب ويضحكوا علينا بالكلام وانت تصدقهم، يبقى انت على غلط. يبقى انت ما بتحافظش على امك ولا على امي ولا على اختك ولا على اختي. قسما بالله الناس دول بيكرهونا، ما تفتحش ودنك ليهم. الناس دول لو بيحبونا بالله كانوا قالوا لنا وقفوا جنب الجيش وجنب الشعب. انت ما انتش حاسس بالحوارات اللي بتحصل في المنطقه، انت ما انتش مدرك ايه اللي بيحصل في المنطقه، ما انتش حاسس ان الجيش شايل البلد على كتافه بالفعل. في جميع الجبهات الجيش واقف صامد، في الشرق في الغرب في الجنوب الجيش واقف على الحدود. شوف جنبك ايه اللي بيحصل في قطاع غزه، ايه اللي بيحصل دلوقتي، والتهجير وخطط التهجير اللي واقف قصادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوحده بس. اوعى تفتكر اي زعيم تاني واقف قصاد التهجير، الرئيس عبد الفتاح السيسي بس. جه ترامب الشرق الاوسط حمل شوله الرز واخدها وطاق من السعوديه والامارات، وهياخد وهياخد وهياخد. اما الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف وقال لا، رئيس قوي، ما تسمعش كلام القنوات المضله. يعني محمد علي من فتره كده من زمن قال لك 30/6 جاي، عاوزين نعيد القصه وعاوزين ده عاوز يوقع البلد. والله يا باشا ده لو بيحبك كانش قال لك انزل اعمل مش عارف ايه. ده بيكرهك لشخصك انت بيكرهك انت. ايوه انت ده مش خايف على وطنك. وطنك ده هو بيتك موجود في مين؟ موجود في امك، اختك، اخواتك، عيلتك، ابوك. يبقى بيكرهك ولا ما بيكرهكش؟ بيكرهك. ومحمد ناصر بيكرهها ومعتز مطر بيكرهها، ما بيحافظش على الوطن. دول خاينين للوطن. ما تفتحش دماغك ليهم ولا عقلك ليهم. اشتري لك كبير، خلي عقلك هو كبيرك وكافح واشتغل. اوعى تقول ده الاقتصاد واقع، اوعى تقول ده ما فيش شغل. لا، في شغل يا باشا، في كل حاجه يا باشا. الراجل اللي ما كانش قد الشيله ما ينفعش يبقى راجل يا باشا. اشتغل مره واثنين وثلاثه، شغال ورديه اشتغل وردتين واتعب وكافح. هتكافئ، ربنا هيكافئك. حافظ على الوطن، خاف على الجيش، خاف على الرئيس. الجيش اللي واقف صامد على جميع الحدود. في الشمال بيحصل حوارات، في الجنوب بيحصل حوارات، والجيش صامد وواقف وهيفضل واقف وصامد وهيضحي بدمه. الجيش ده مين؟ اخوك واخويا، ابن خالتك وابن خالتي. نصيحة ما حدش يفتح دماغه للقنوات المضلة، ولا معتز مطر ولا محمد ناصر ولا الناس دي. الجيش بتاعنا اقوى جيش. الرئيس عبد الفتاح السيسي راجل قوي، وراجل على فكره ماشي بما يرضي الله. والرئيس عبد الفتاح السيسي لو نزل الانتخابات مره هنتخبه، والثانيه هنتخبه، والثالثه والرابعه هفضل انتخبه. الراجل ده مش وحش، الحق لازم يتقال بقى. الراجل ده معيشنا في امن وامان. حسه بقى. بص للدول اللي جنبك، بص للدول اللي جنبك، هتلاقي فيها ميليشيات وتدخلات اجنبيه وحوارات وتفجيرات وخطف. انما احنا الحمد لله. هتبص لي لدول الخليج، دول الخليج يا باشا بيجي ترامب يحمل مش عارف ايه وياخد منهم الغنيمه ويطير. انما احنا لا، احنا ما يعرفش ياخد مننا حاجه. يوم ما قال قناه السويس الراجل السيسي قال لا، وقف صامت، وعلى الفور عمل مناورات مع الصين. والسيسي بعت له رساله قال له انا مع الكبار يا باشا، انا مع روسيا والصين، واخد مكان الطبيعي. حافظ على جيشك وبلدك، ادعم رئيسك حتى لو بكومنت تقول تحيا مصر ويحيا الرئيس. الجيش تعبان على فكره الفتره دي، وما كنتش شايف اللي بيحصل في المنطقه، وما كنتش عارف هدفهم الرئيسي من مصر، يبقى انت ما انتش وطني. لازم تعرف هدفهم الرئيسي اللي كلنا فاهمينه من زمان، من قديم الازل. كلنا عارفين هدفهم ايه من مصر. احنا مش لازم نديهم ده. هم اللي زقين شويه الاخوان، محمد ناصر ومعتز مطر وكل دول هم اللي زقينهم. اعدائنا، اعداء الوطن، عدو وعدوه، اللي ما بيحبوش الوطن، خاينين الوطن. والله العظيم على خطأ الناس ده، على خطأ. حافظ على جيشك. تحيا مصر، تحيا الجيش المصري، تحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مضحيين عشان الناس دي تستحق يتقال لها شكرا. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في القمه العربيه في العراق وقال جمله هزت العالم، قال ما فيش سلام هيتحقق الا بعد ما نعرف الضفه هيحصل فيها ايه، وبشروطنا وبمزاجنا. بمزاج الرئيس عبد الفتاح السيسي. راجل قوي، راجل بطل. طول ما فيش حل للقضيه الفلسطينيه ما فيش سلام. بيوصل لهم رساله. الحمد لله الجيش جاهز.
والشعب جاهز والرئيس جاهز. تحيا مصر، يحيا الشعب، يحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي. حب وطنك، الوطن غالي. خلي لك كبير، خلي عقلك كبير وتعرف تفكر. خلي عقلك بس هو كبيرك، واقعد مع نفسك وفكر. لو حافظت على الوطن يبقى هتحافظ على امك وعلى امي وعلى اختك وعلى اختي. الوطن غالي، قسما بالله ما هتلاقي او وطن زي الوطن اللي احنا فيه. بالله ما هتلاقي. اطلع سافر بره، اقعد شهر واحد هتحس بالغربه وترجع لوطنك. هتنزل، اول ما تنزل من المطار هتبص ارض وطنك. الوطن غالي، حافظ عليه وخاف عليه. قسما بالله ما لينا الا الوطن. حب وطنك، حب جيشك، حب بلدك. الرئيس كويس، الجيش كويس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وربنا ينصرنا على اعدائنا رغم انف الحاقدين. تحيا مصر.